السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحكاية بحذافيرها. قصتنا النهاردة الحقيقة قصة صادمة بكل المقاييس. مقتل عريس في قاعة الفرح بيد أخوه أمام الأم والأب والعروس، وصراخ الأم بتقول لباباه: منك لله، انت السبب، انت اللي عملت كده في اولادي الاتنين، انت اللي ضيعت لي اولادي الاتنين. وتحول الفرح الى مأتم. هقول لكم كل التفاصيل والمفاجآت اللي في قصتنا النهارده. قبل ما نبدأ قصتنا نصلي بينا على الحبيب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قصتنا النهارده بتبدأ من أسرة عادية مكونة من 4 أفراد: الأب والأم وكمال و كمال وياسر. كمال كان شاطر جدا ومجتهد في دراسته، وياسر كان ما كانش شاطر في دراسته. الأب كان عنده مشروع صغير وكبره وبقى ليه مكانة في السوق. كمال كان حلمه ان هو يبقى مهندس، وفعلا اشتغل على نفسه واجتهد وجاب مجموع هندسة، لكن الأب رفض ان هو يخش كلية الهندسة. طلب منه اللي هو يبقى دراعه اليمين في الشغل، هو اللي يمسك له الشغل كله واللي هو يساعده في شغله. وكمان كان زعلان جدا ان هو باباه عايز يحرمه من حلمه، ولكن بالإصرار والإلحاح كمال استجاب لطلب الأب. لكن ياسر ما كانش شاطر خالص في دراسته، وكان طول الوقت فيه مشاكل وحوادث وحاجات كده، وكان حصل على مؤهل متوسط. وكانت المفاجأة ان الاب خلى ياسر هو اللي يمسك كل حاجة، وخلاه يمسك شغله كله، وخلاه هو اللي مسؤول عن كل حاجة في شغله، هو دراعه اليمين. هنا كانت الصدمة لكمال. كمان لما خلص الدراسة راح لوالده قال له: انا دخلت كلية اداب، خليت كلية تجارة عشان استجابة لطلبك، ودلوقتي انا خلصت الكلية وجاي اللي انا اشتغل معاك واللي انا اشيلك الشغل كله زي ما انت طلبت مني. لكن الحقيقة الاب رفض وقال له: ياسر هو اللي هيمسك الشغل كله، وانت هتمسك محل من محلاتي. فاتصدم كمال، يعني انا اسيب حلمي وارمي كل ده ورا ظهري، وان انا طول حياتي كنت بشتغل على نفسي اللي انا ابقى مهندس، وانت تضيع لي الحلم ده في الاخر تمسكني محل زي اي حد شغال عندك. الحقيقة هو اتصدم صدمة كبيرة، ولكن رضى بالأمر الواقع. ومامته شجعته اللي هو يكبر المحل، ويمكن المحل ده يبقى فتحة خير عليه اللي هو يثبت نفسه. وفعلا كمال كبر المحل وخلى فيه سلسلة محلات للمحل ده. وكمال كبر شغله. أثناء شغل كمال كان فيه محلات في نفس المكان اللي كمال كان شغال فيه. كان فيه بنوتة اسمها حنان. حنان دي كانت بنت واحد من اصحاب المحلات المجاورة لكمال. كمال كان متابعها بقاله فترة وكان بيحبها، وكان نفسه اللي هو يخطبها. فكلم مامته قال لها: يا امي، انا بحب بنت البنت الفلانية حنان، واللي هي اللي هي والدها شغال صاحب المحلات المجاورة. وهي فعلا عرفت الناس دي، وقالت: لا، دي ناس كويسة، وفرحت بالنسب ده جدا. وقالت له: خلاص، اول ما باباك يجي من السفر هنروح نخطبه له. مين كان سامع الكلام ده؟ ياسر. ياسر كان قاعد وسمع الكلام ده، فطلع يجري. ياسر كان بيغير من اخوه، فكان عايز ياخد كل حاجة هو كان بيحبها. فياسر راح كلم والده قال له: انا بحب حنان اللي هي باباها فلان الفلاني، صحاب محلات الفلانيه. فبابا قال له: اه، ده باباها صاحبي، دي بنت كويسه جدا ومحترمه جدا، خلاص هخطبها لك. فلما الاب بيكلم الام يقول: هنروح نخطب لياسر حنان، راحت الام اتصدمت، قالت: دي حنان كمال بيحبها، وكمال مكلمنا عليها من فتره، وما ينفعش ان احنا نروح نخطبها لياسر، ده احنا كنا مستنيينك انت لما ترجع من السفر عشان نروح نخطبها. راح قال لها: لا، مادام ياسر طلب ان هو يخطبها، ياسر اللي يخطبها. راحت الام قالت له: خلاص، ولا ياسر يخطبها ولا كمال، ما ينفعش يبقى اخوه بيحبها وتروح تخطبها لياسر. راحت قال لها: لا، مادام ياسر طلب كده، ياسر اللي هيخطبها، كمال مش هيخطبها. فالاب خد ياسر وراح خطبها، وفعلا اتخطبت والفرح تم. وفي قاعة الفرح لقى اخوه جاي. فياسر كان بيحسب ان اخوه رضى بالامر الواقع وان هو جاي يبارك له. راح لقى ان هو طلع سكينة وضربه بيها في الفرح.
ودي كانت نهاية قصتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم ماجد فتحي. لو المحتوى بتاعي عجبكم، ياريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب.